يا مرحبا والله ومسهلا، صباح الخير عليكم جميعا وش علومكم. اليوم مشيت 2 كيلو و 600 متر تقريبا. وين فيه؟ لحد متحف اللوفر. تغطيتنا اليوم راح تكون المتحف اللوفر. طبعا بصورها، بكمل التغطية كاملة، بعدين نسوي لها مونتاج وننزلها على قناتنا باليوتيوب، وننزل لكم تقرير بس كذا سريع على السناب. تمام، كونوا معنا واستمتعوا. شوفوا، اعتبرني جاي متأخر الحين أنا، فقدامنا صف زحمة أنا على التكت. شوف هذا اللي وراي وشوف اللي قدامي، ولين هناك ثم تلف كذا. نقرب لكم زوم عشان ندخل متحف اللوفر. ارحبوا يا انا كنسلت الوضع لانه المفروض انك حاجز تيكت اونلاين. فيه 9 في 9 ونص يعطونك الوقت، كل وقت له لاين. اللي ما قصوا تيكت اونلاين يجون ياخذون صف، يمسكون سيرة لحالهم. طبعا مرة متعب الوقفة في الشمس، تقعد تنتظر الصف ما يمشي. فكنسلت انا اليوم تغطية المتحف حق اللوفر. بطلع في مكان ثاني، وبكرة يصير احجز اونلاين واجي على طول مع اول الناس. خليكم معي. يا مرحبا. طريقة الحجز تدخل على موقع متحف اللوفر اونلاين وتكمل طريقة الحجز. قيمة التيكت الواحد تذكرة زي ما انتم شايفين هنا 17 يورو، وتحدد فيها الوقت وتخلص وتجي وانت مرتاح، لا زحماتك ولا زحماتك، بالتيكت معك بس ورم الجوال وروح يا عمي تدخل على طول. يا صباح الخير عليكم جميعا، وش علومكم، وش اخباركم، طيبين؟ من شارع الشانزليزيه متجهين ان شاء الله لتغطية متحف اللوفر. طبعا متحف اللوفر يعني اكيد معلومات عندكم كثير عنه، واللي ما يعرف هو اللي فيه اشهر لوحة في العالم واغلى لوحة، اللي هي لوحة شو اسمها، مولانيز. فمتجهين ان شاء الله. طبعا الحجز مثل ما قلت لكم امس يكون اونلاين افضل. تذكرة الدخول ب 17 يورو للشخص. فخلكم معي باذن الله وافيكم بالتغطية اللي على كيف. اعطيكم معلومة يمكن ما تهمكم ويمكن انكم عارفين، يمكن اخر واحد يقول عنها انا، اللي هو الجرانيت اللي موجود هنا في شارع الشانزليزيه. هذا من نجران، شفتوه؟ هذا كله من جرانيت نجران. هذا شارع الشانز. ما شاء الله هنا الشباب والنساء والشيبان والعجائز، الكل غير راكض. الشوارع الجهة هذه والجهة اللي هناك والجهة اللي هناك كلهم. شوفوا هناك بعد، تشوفون من هنا ولا لا؟ العالم غير تراكض. ما تشوفون عندهم واحد يوصل عمرها 70 80 وهو
يا ما شاء الله الأجواء شوي شمس وشوي غيم، وأجواء على كيفكم تفتح النفس، براد وش زينة. طبعا هالساحة الجميلة وأنا رايح للمتحف طريقي استوقفتني قليلا. هذاك البرج، برج ايفل، طبعا هذا اللي صورته قبل شوي. وهناك زي البوابات وما ادري وش. وانا امشي يا جماعة هنا عدد التماثيل عندهم ما شاء الله. لقيت التمثال عاد دامكم مسوين تمثال يمكن تسدحونه ليه وتحطون غمة فلط. حول ولا قوة الا بالله. لا تمثال تقدر تحطه شامخ رافع راسه، لكن العرب ماشي. هناك في فرقتين فوق والله ربنا ربهم. وصلنا متحف اللوفر، ولكن طبعا هذاك هو متحف اللوفر. انا كيف سويت؟ اصبر خليني اقلب الكام. هذاك هو تمام. طبعا ندخل مع البوابة هذه، بس انا بروح من هنا بوابة كذا بس فالها. المهم ما هو ذا موضوعنا انه جيت هنا لقيت هالكشك الجميل، بياخذ منه كافي اعدل المزاج واروقه وابشر والله بتغطية غايبين شيطانها. تغطية من الاول للاخر. شفتوا كيف الزحمة اللي هناك؟ بس ما علي منهم، انا قاص تكت على الساعة 9 يعني الحين. فوشو انتظروا تغطية على كيف مخكم. في زحمة شوي طبعا، عشان توصلها لازم تدخل في اللاين مثل ما انتم شايفين الزحمة، شايفين كيف. المهم ان هذه هي الموناليزا اللي عليها الزحمة كلها، بس نقرب منها نصور لكم بشكل افضل. قربنا من الموناليزا، لا نصور ما شاء الله. وش غليتنا عليه ذي؟ طبعا هذه الموناليزا اللي اليوم ماسكين سلع عشانها. هذه اللوحة اغلى لوحة في العالم. المعمارية هنا ترى كل هذه بروز، يعني ما هي رسمات، لا حفر نحت. زي كذا. طبعا هالتاج يقول يعني تاريخه تقريبا من 1852 إلى 1870. ترجموا على انت اللي هو هذا زين.
سناب. هذا قاعد يصور نفسه سيلفي ماسك الجوال صور نفسه. ما كذبهم. تعبت انا يا ربي تعبت خلاص، ما عاد اقدر اتحمل مرة خلاص.